يا ريت يكون الدرس الأول والأخير شبعنا قمم ما عرفتش في يوم همم. يا ريت يكون الدرس الأول والأخير شبعنا قمم ما عرفتش يوم همم. يا ريت أصلا تعملوا اجتماعاتكم بدون ما نسمع أي تصريحات، كلمة الوفد العلاني والوفد الفلاني وأصحاب المعالي والفخامة. خلي أوطانكم هي أصحاب المعالي، خلي أوطانكم هي أصحاب الفخامة، خلي أوطانكم هي الكرامة. مش عايزين نسمع كلمة إدانة وشج. عايزينكم تطلعوا ببيان يتعمل له حساب من كل خاين وجبان. بيان كده زي أيام ما كنا نسمع هنا القاهرة، بيان للشعوب العربية، بيان يتذاع ويتقال في وقت واحد في كل عواصم البلاد العربية وتحسوا بشعوبكم. ملاحظ ان في ناس بتتريق على قطر لدرجة طلع واحد بيوجه رسالة للمصريين ويقول لهم ما تزعلوش على قطر وما تنسوش دور قطر في مساندتها لمرسي وجماعته والتحالف مع تركيا وسحب الوديعة القطرية من البنوك المصرية في عز أزمتها الاقتصادية. اسمح لي أقول لك أولا وأخيرا قطر دولة عربية شقيقة حتى لو اختلفنا معاها سياسيا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسم مصر ولما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب مصر ما كانش من فراغ. رسالتنا في الفيديو ده رسالة لكل مصري والكل عربي، مصابكم مصابنا. وده اللي فكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من 10 سنين لما قال تشكيل قوة عربية مشتركة دون الانتقاص من سيادة أي دولة عربية عشان تكون أداة لمواجهة أي تحديات اللي بتواجه الأمن القومي العربي. قالها السيسي قبل اللي حصل مع الشقيقة قطر. يا ريت يكون الدرس الأول والأخير لأن شبعنا قمم ما عرفتش في يوم همم. تحياتي ليكم.